رجوع الأسد اللهم لا حسد. حلقة النهاردة بتضم عدد كبير جدا من المفاجآت، لأن فيديو النهاردة مش هيكون فيديو متكرر أو فيديو شفته في أي مكان بعيدا عن الهبد اللي بتسمعه آخر فترة. حلقة النهاردة هيكون فيها عدد كبير جدا من المسلسلات اللي هتكون مشاركة في رمضان 2027. أيوة زي ما سمعت، رمضان 27. الحلقة النهاردة هيكون فيها قائمة كبيرة، هتستغرب جدا من كم النجوم اللي اتعاقدوا على أعمال والثنائيات حرفيا نار. فكل اللي عليك إنك تكمل الفيديو ده لحد النهاية وتنزل دلوقتي. اعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناة وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديدة توصل لك لحد عندك. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. رمضان أهلا. وزي ما احنا متعودين دايما في كل حلقاتنا وقبل ما نبدا في اي تفاصيل اننا بنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا موسم رمضان 26 خلص بكل المسلسلات اللي كانت فيه، في ظل ان الموسم ده كان عند البعض من الناس ما كانش اقوى حاجه، ولكن النجوم اللي اتعقدت مبكرا على المسلسلات في رمضان 27 هيكونوا مفاجاه حرفيا. تعالوا نبتدي قائمه النهارده باول مسلسل معانا، واللي هيكون مسلسل ابن عز. المسلسل ده اتعاقد عليه الفنان احمد العوضي، واللي هيخوض بيه السباق الرمضاني في 2027. طبعا هيكون نفس المؤلف ونفس المخرج اللي كان في مسلسل علي كلوي. اما عن الابطال فلحد دلوقتي احمد العوضي ما اختارش الكاست اللي هيكون موجود في المسلسل ده، ولكن هو صرح اكتر من مره في كذا لقاء طلع فيه وقال ان المسلسل ده هيكون الاعلى مشاهده، وانه بيحضر لحاجه كبيره لرمضان 27. وطبعا مش عايزك تستغرب لان التحضيرات بتاخد وقت كبير جدا، واحمد العوضي ناوي ان هو ينافس في رمضان 2027 عشان عوده محمد رمضان اللي هتكون عوده كبيره جدا وليه مسلسل في رمضان 27. مسلسل احمد العوضي هيكون اسمه ابن عز. وتعالوا ندخل على تاني مسلسل معانا في قائمه النهارده، واللي هيكون مسلسل مفاجاه كبيره لكل الناس، واللي هيكون مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث، واللي هيكون من بطوله سيد رجب. طبعا قلنا لك في سنين فاتت ان المسلسل ده هيكون موجود، ولكن بالتحديد في 2026 فتأجل مسلسل رمضان كريم بسبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز. ولكن عايز اقول لك ان في رمضان 2027 مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث هيكون موجود معانا بشكل حصري واكيد. وكمان المسلسل ده هيكون من بطولة سيد رجب وكمان روبي والشيف سلامة وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وعدد كبير جدا من الابطال اللي كانوا موجودين في الجزء الاول. طبعا هيستبدلوا المخرج بالمخرج اسلام خيري. اما عن المؤلف فهيتم التعاقد مع المؤلف وهيتم الاعلان عنه وهعرفك مين مؤلف مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث، ولكن لحد دلوقتي فهو مؤكد معانا من ضمن القائمه الرمضانيه للمسلسلات وحجز مكانه خلاص. والمسلسل اللي بعد كده معانا هيكون مسلسل الباشا. المسلسل ده هيكون من بطوله محمد رمضان، والاول مره هيتدخل في الانتاج المستشار تركي آل الشيخ، وكمان هيكون مؤلف المسلسل ده المؤلف احمد مراد. اما عن المخرج فلحد دلوقتي لسه ما تمش الاعلان، بس المفاجاه الكبيره ان مسلسل الباشا هيكون بشكل حصري على ام بي سي مصر. ومحمد رمضان كان ليه خلاف مع ام بي سي، ولكن خلاص اتحل ورجع من تاني عشان يخوض السباق الرمضاني ويكسر الدنيا بالمسلسل ده. مسلسل الباشا هيكون من بطولته وجاري التعاقد مع باقي الكاست اللي هيكون موجود، ولكن طالما عرفت ان هو خلاص هيكون على ام بي سي فاعرف ان الدعم هيكون قوي جدا. والمسلسل ده من قبل ما يتعرض بقولك ان هو هيكون رقم واحد. محمد رمضان غايب بقاله كام سنه، بس حرفيا كلنا بنحب اعمال محمد رمضان لان اعماله مميزه وبتكسر الدنيا في كل موسم. المهم بقى مسلسل الباشا هيكون بشكل حصري على ام بي سي. وكمان بالمناسبه محمد رمضان الاعلى اجر في رمضان 2027 لانه واخد اكتر من 4 مليون دولار في اجره في المسلسل الجديد على قناه ام بي سي مصر. ومسلسل الباشا مؤكد بنسبه 100% انه هيكون معانا في رمضان 2027. وما تسمعش لاي حد يقولك اي اسم او حتى يقولك جعفر العمده. مفيش جعفر العمده 2، لا، محمد رمضان ليه مسلسل منفصل هيكون موجود في رمضان 27 وهو مسلسل الباشا، والاسم احتمال يتغير بنسبه كبيره. وتعالوا بقى ندخل على المسلسل اللي بعد كده معانا، وهيكون مسلسل دكتور على الورق. المسلسل ده هيكون من بطولة عمرو سعد، واللي قرر ان هو يخوض السباق الرمضاني السنه دي في رمضان 2027 بالمسلسل ده بعد ما قدم اخر اعماله واللي كان مسلسل افراج. المسلسل ده كسر نجاحات كتيره، ولكن المميز في مسلسل دكتور على الورق ان عمرو سعد راجع بفورمه جديده ومختلفه، زائد ان احداث المسلسل هتكون لاول مره هيعملها، يعني شخصيه جديده من الاخر. المسلسل ده مؤكد بنسبة 100% وهيكون لأول مرة على شاشات قنوات المتحدة، وهيكون مستبعد بنسبة كبيرة من قناة ام بي سي لأن في زحمة كبيرة في المسلسلات السنة دي. ولكن عمرو سعد هيكون مشارك معانا في رمضان 2027، ولكن لحد دلوقتي ما تحددش اسم العمل ايه أو حتى الكاست اللي هيكون موجود، بس المهم إنه هيكون موجود من ضمن المنافسين اللي في رمضان 2027. جاهز بقى تسمع المفاجأة الكبيرة هقولك عليها. هيكون معانا لأول مرة تعاون كبير جدا ما بين ياسمين عبد العزيز وكمان أحمد مكي في عمل واحد. اسم المسلسل لحد دلوقتي ما اتحددش، ولكن المسلسل ده هيكون كانت عرضه
قناه ام بي سي مصر. خليني اقول لك ان الثنائيه دي هتكون من انجح الحاجات اللي ممكن نتفرج عليها. يعني ياسمين عبد العزيز مع احمد مكي توليفه جميله جدا. خليني اقول لك ان المسلسل ده ولسه جاري التعاقد مع باقي الابطال اللي هيكونوا بجانب احمد مكي وكمان ياسمين عبد العزيز، ولحد دلوقتي ما نزلش تفاصيل عنه كتيره، ولكن من ضمن المسلسلات معانا في رمضان 2027 بنسبه 100%. وتعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن مسلسل اشغال شقه الجزء الثالث واللي هيكون من بطوله الفنان هشام ماجد. عايز اقول لك ان هشام ماجد قدم من المسلسل ده جزئين، والجزئين حرفيا اقوى من بعض، ومع طبعا كاست كبير في المسلسل ده، اسماء جلال ومصطفى غريب، نجوم حرفيا خلوا المسلسل ده في حته تانية. ده غير طبعا ان كوميديا هشام ماجد من احلى الناس اللي تتفرج عليها. هشام ماجد هيكون مشارك بالجزء الثالث في رمضان 2027 على شاشة قناه ام بي سي. وكمان معانا مسلسل غسيل ومكوى. المسلسل ده هيكون من بطولة مي عمر، وبشكل رسمي واساسي هيكون معانا في رمضان 2027. جاري التعاقد مع باقي الابطال، ولكن المخرج اللي هيكون للمسلسل ده هيكون المخرج محمد سامي. زي ما سمعت محمد سامي اول مخرج هيكون لمسلسل غسيل ومكوى اللي هيكون من بطولة مي عمر، وهيكون بشكل حصري على شاشة قناة ام بي سي مصر. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن اهم حاجة في فيديو النهارده، واللي في عدد كبير جدا من الناس مستني ان انا اتكلم عليه، وهي برنامج رامز جلال. رامز جلال هيكون مستمر مع الهيئة العامة للترفيه في رمضان 2027 بمقلب جديد. مفيش اي نية للاعتزال، لا رامز مكمل معانا ببرنامج جديد هنشوف في رمضان 27. اما بقى عن تفصيل المقلب هيكون فين والكلام ده كله، فلسه باقي وقت كبير جدا عن ان احنا نتكلم في الكلام ده، ولكن الكلام الرسمي بخصوص المسلسلات فانا قلته لك. بس توقعاتي الشخصيه لبرنامج رامز 2027 انه هيتم تصويره بعيد عن دوله السعوديه، زائد ان الفكره هتكون برضه من اقوى الافكار. رامز جلال في رامز ليفل الوحش قدم لنا حاجه كويسه جدا، وكانت من 3 مراحل، وحرفيا البرنامج كله كان كويس. في رمضان 27 الوضع هيكون مختلف، واحتمال نشوف حاجات جديده لاول مره في مقلب رامز جلال. وكمان معانا مسلسل هيكون من بطوله حماده هلال وكمان الفنان احمد السقا، واللي اتعاقدوا بشكل اساسي ورسمي على مسلسل واحد هيضمهم هما الاثنين. طبعا المسلسل ده ايوه زي ما انت عارف هيكون على شاشة قناه ام بي سي مصر، عشان كده بقول لك قناه ام بي سي مصر بتنافس بقوه في السباق الرمضاني في 2027. المسلسل ده لسه ما تمش الاعلان عن باقي التفاصيل او حتى عن باقي الابطال، ولكن هيكون مفاجاه كبيره جدا ومن اقوى الاعمال المشاركه في رمضان 2027. وبكده فيديو النهارده ويكون خلص. اتمنى يا رب انه يكون عجبكم. لو عجبكم بجد انزل تحت في الكومنتات وقول لي رايك، واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصل لك لحد عندك. ويلا السلام عليكم.